سور الصين العظيم طوله 6400 كيلو متر، وهو فعلا عظيم على اسمه. بني قبل الميلاد ب4000 سنة، بدأوا في بنائه وانتهوا منه يعني على فترات متباعدة، كان يبنى وينهدم ويبنى إلى آخره، حتى انتهوا منه في 75 للميلاد. عرضه من الأسفل في بعض مناطقه يصل إلى 75 متر، وفي أعلاها يصل إلى 7 متر إلى 8 متر، وفي بعض المناطق يصل إلى 30 إلى 40 متر. لكن الفرق بين سور الصين العظيم وبين سد القرنين أمور، منها أولا أن سد ذي القرنين كان من الرصاص والحديد، لم يكن من الحجر. الأمر الثاني أن سور الصين العظيم تهدم منه جهات، ولو نظرنا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه أخبر بأن ذلك السد ينقبه يأجوج وماجوج، كما سيأتي معنا بيانه وكيفية خروجهم أيضا. وهذا قد تهدم منه جهات ولا خرج علينا يأجوج وماجوج. زد على ذلك أيضا أن سور الصين العظيم الناس الآن يتجاوزونه إلى المنطقة الأخرى ويعودون منه، تمشي عليه السيارات، فهو ليس يعني ردما بين جبلين كما أخبر الله تعالى. فذلك يعني ذو القرنين ساوى بين الصدفين بين الجبلين، ثم لما تساوت وحدد من هالمنطقة إلى هالمنطقة قال صبوا الرصاص، بدأوا يصبوا الرصاص حتى أكملوا. سور الصين العظيم ليس ردما بين جبلين. بالمناسبة ترى سور الصين العظيم من باب الفائدة يقولون هو المكان الوحيد في الأرض الذي يمكن أن يرى من القمر، تراه مباشرة يعني.